الرحمن الرحيم. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان معا هذه الليلة، في ليلة خاصة هنا وبالتحديد في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، كأس الاتحاد الإفريقي للعام 2023-2024 نسخة رقم 21 لهذه البطولة. مباراة الإياب، مباراة العودة ما بين فريق دريمز الغاني، فريق الطموح اللي وصل لأول مرة في أول مشاركاته إلى الدور نصف النهائي في هذه البطولة، أمام الزمالك المصري القلعة البيضاء صاحب لقب في هذه البطولة 2019. وتعادل سلبي كان في لقاء الاسبوع الماضي يوم الاحد الماضي، كان في استاد القاهره الدولي كان التعادل السلبي. اذا الزمالك اللي وصل بطائرته يوم الخميس الماضي، طائره خاصه من اجل انهاء مغامره فريق دريمز في مباراه قدم لنا مستويات حلوه. انطلاقه من فتوح، حلوه فتوح، حلو احمد فتوح، كوره حلوه، كوره حلوه شلبي يشيلها حلوه قوي، وادي الكوره العاليه، ولكن هنا سيف محمود علاء، اوباما رؤى، وعدم القيد طبعا كل من عبد الله السعيد وزياد كمال وسامسون على حساب كل من اجينيم بواتينج. ادي الكره العرضيه الخطيره الى اجاي ايضا اخر، لكن امامنا يطلع عواد، لكن حكم اللقاء بالدفاع ديريك اجاي. الزمالك لازم يتعامل مع هذه الكرات، فريق لعب مرة تانية على طول. حمزة المسلوسي الكرات الأمامية بيجري دائما وأبدا. مستوى شلبي الحلو، مصطفى عدى، مصطفى عمل عرضية قوية، لكن الكرة أمامنا حكم اللقاء، وفي أمامنا هو في راية من المساعد. مباراة كرواتيا كبديل لمصطفى محمد. زيزو أمامنا الكرات الثابتة، جول حمزة اوعى يجي لك حمزة، لكن زيزو زيزو كان عاد زيزو فعادت الأهداف، عاد الممول فعادت الأهداف، والفرحة الكبيرة بأول أهداف المباراة، ركنية أحمد مصطفى زيزو وحمزة أهدافه مؤثرة في مرمى أرتا سولير، الهدف اللي أعاد الزمالك للبطولة في الأدوار المؤهلة للمجموعات، وأيضا هدفه في ميدل فيوتشر. بص يلعب كرة عالية عبد العزيز، الضربات الرأسية، ادي الصراع والتمريرة، زياد كمال يلعب كرة أمامية سريعة، كرة على مصطفى شلبي، نادها حمزة كده بيفاخده، راحت في المرمى. كرات العالية بتاعت عبد العزيز عيسى، كرات الاماميه استغلال بقى الارتباك، وادي الكرات العرضيه الخطيره. مهمه قوي الزمالك يتماسك، لان رده الفعل فتوح. الزمالك لازم يتماسك شويه في هذا الوقت، يتجنب الاخطاء، يتجنب الاختراقات، وكره امامنا هنا حاول يتوغل، لكن حسام عبد المجيد فرصه كبيره جدا للاعب اجينيم. بص الكره الراسيه والاختراق في الاخطاء، وادي فرصه كبيره، لكن سطر الله ستر. يا ربنا يستر، يا ساتر. بص يزعق لخطوطه شويه. ادي امامنا هنا تدخل وفاول على زياد كمال، لعبه حلوه قوي. سامسون شمشون وليس سامسون، هو شمشون الزمالك، سامسون اكينولا. بقول لحضراتكم الحقيقه راهن عليه استقبل هدفين حتى الان في المباراه. كرة تطلع، والاداء اللي مقدمه الزمالك حتى الان وفرق الخبرات. كرات الثابته عبد العزيز عيسى، الكرات الخطيره، يبقى سيف يسجل الثالث. سيف عدى سيف، يا راجل عملها وحشه قوي، عملها يعني امامنا هو، لكن يبدو في قرار 49% مقابل 51. محاولات 4، فرصه جون اتوي، ولكن عواد على مرتين. مش معقول يا جماعه، مش معقول. في ثغره في وسط الملعب، في ثغره رغم ان الزمالك متقدم. عدى فعلا، ادي مصطفى شلبي، ولكن الحكم عزيز عيسى يلعبها على نقطه الجزاء. خطيره الكره، لكن تعدي مرات لاعبين. فتوح تتكعبل في رجله، لكن مره ثانيه مصطفى مش هنقول دريمز متواضع، لكن فريق مكافح. كره خطيره، لكن بيقول له انا هلعب، بيقول له انا هكمل. دي الروح المطلوبه، لاعب شاب. الراضي هل هو متسلل؟ ادي انطلاقه اجينيم وانتوي، لكن فيها تصدي، فيها اوفسايد على اجينيم بواتينج منسال، هو رقم 10. كان في اكتر من كوره. بص الاستلام، خطيره الكرات دي على طول. خروج عواد خطير، حاولوا الاختراق واستغلال المساحات اللي في وسط الملعب، وايضا تحرك جديد، دفاع مباح في وانقاذ المباراه من محمد عواد. يا ولد يا عواد، ايه حكايتك يا حسام النهارده؟ الكره اللي فاتت دي فرصتين كبديل مكان زياد كمال في هذه البت.
على خط المرمى، ثم كرة من جملة حلوة قوي من فتوح، يطلع كرة حلوة. زيزو عدى وياخد ايه طبعا في هذه الأونة. مصطفى شلبي بشكل في نوع من الالتزام والانضباط، وادي كرة الحكام، لكن خلينا مع الكرة. ادي عبد العزيز عيسى على مرتين محمد عواد. عبد العزيز سجل في البرازيل اولمبياد لندن 2012 مع المنتخب. زيزو خروج حارس المرمى، يطلع حارس المرمى امامنا. هل زيزو واحده حلوه قوي. شلبي الى زيزو مره ثانيه. مهاب ياسر ومعاذ علاء الدين مره ثانيه. هنا انطلاقه. يا ولد يا شحاته. محمد شحاته امامنا. واحد احمد حمدي وزيزو. لا زيزو مش هيطلع. يعني انا قلت ايه، لكن 11 دقيقة من الزمالك بدأوا بحماس كبير. حلوة قوي مصطفى شلبي. حط يا راجل الثالث. حط الثالث. بلاش الفانيلا وبلاش الانذار. مصطفى شلبي امامنا اهو يسجل، لكن ايه، لكن قال لك سيف وكمان سيف، وسيف هو سيف الجزيري يمرر كرة الى مصطفى شلبي عشان يسجل الهدف الثالث الزملكاوي. الهدف الزمالك بيفتح بقى فصل جديد من فصول مدرسة الفن والهندسة. بص شوف سيف الجزيري عاملها، ومصطفى شلبي واحدة والتانية. عايز الراجل ايه، عايز يأكدها وبيأكدها مصطفى شلبي. بتوقيت الدوحة المباراة الثاني الزمالك قدم مستوى مميز رغم الفرص طبعا اللي اهدافه الافريقيه، وسجل الموسم الماضي في بيراميدز والمقتل في الدقيقه 59. خلاص دريمز معنويا اتقتلوا وجدا. واحد من الاعمده الرئيسيه الحقيقه، واعتماد كلي عليه في هذا زيزو الزمالك في طريقه الى فوز. مباراه نهائيه. خطير بواتينج. خطر الكره دي، خطره. اجينيم بواتينج. شوف هنا بقى